عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالي نعملوا غدوة في السريع. معايا كده أجنحة غسلتها كويس وصفيتها وقسمتها نصين، أنتِ بقى عايزة تسيبيها بحالها براحتك. بعد كده نعمل الخلطة: ملح وفلفل أسود وبصل باودر وسُمّاق وجوزة الطيب وزعتر جاف وزعتر باودر والسبع بهارات. البهار اللي عندِك حطي واللي مش عندِك ما تحطوش. نزلت بمعلقتين كبار من صويا صوص ونُص معلقة من مستردة ونُص معلقة من دبس الرمان ومعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كبيرة من الزيت. خلطتهم كلّهم كويس مع بعض. ما عندكيش دبس رمان حطي معلقة كبيرة من عسل الأسود. وبعد كده هانزل عليهم بالفراخ واخلطهم كلّهم مع بعض وهاسيبهم كده حوالي ربع ساعة أو نُص ساعة. أنتِ عايزة تعمليها من بالليل للصبح براحتك خالص. هاحضّر بقى الصينية كده اللي هندخّلها الفرن وهنحط فيها كده الفراخ بتاعتنا. وبعد كده هانزل بباقي المكونات الخلطة كده هاحطها فوق الوش. وبعد كده هاحط ورق زبدة. وبعد كده هاغطيها بورق فويل وهادخّلها الفرن. هي أخدت معايا حوالي ساعة، وطبعًا حسب الفرن بتاعِك. هاطلّع بقى كده بعد ما تستوي هاخد بقى كده من الصوص كده وأدهن من فوق الوش وهادخّلها كده تحت الشواية. هتطلع مشوية، مشوية يا جماعة بجد وهتعجبكم. واعملوا الطريقة دي وادعوا لي. بُصّوا بقى الجمال، وطرية من جوّه ومستوية. وتاكلوها بقى مع رز، مع مكرونة، مع سلطة، مع يعني أي حاجة بعيش براحتكم خالص. بُصّوا باوريكم من جوّه عاملة إزاي، مستوية ولحمها أبيض وطعمها بجد عسل. يا رب الوصفة تعجبكم.